السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في أفضل الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفة بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله. يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر لينا وليكم لأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم البنات، هاد الوصفة هادي سهلة واقتصادية ومكونات غير 3 المكونات اللي فيها. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم، وصدقوني بنا أنا جربتها وبغيت نشاركها معكم إن شاء الله، ونتمنى تعجبكم. المهم انا شعلت عليها البوطه، درتها في الفم الصغير كما قلت لكم. هذا الاخر كل واحد كاين عنده على حسب البوطه كي دايره، كاين اللي عنده من على اليمين وكاين اللي عنده على اليسار. المهم البنات شعلتها في الفم الصغير، وغادي نقص عليها لاقصى درجه ونخليها طيب على خطره صافي. نغطي عليها ونخليها طيب. المهم البنات نصاوبوا شي حاجه اقتصاديه شويه، نقصوا شويه من المصاريف. ومطيشه دابا الحمد لله رخيصه وموجوده، وانتم كما تشوفوا حمراء ما شاء الله. هذه والله ما عرفت واش 2 كيلو، هذه يمكن 3 كيلو، حيت اللي دات الاخرى 2 كيلو كانت قليله. المهم راها تتقلال، ما تتبقاش في هذا الحجم هذا ديالها. المهم بقاو معايا البنات طيب ان شاء الله ونرجع معكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله. المهم البنات من بعد ما قطعتها نسيت بين خصني نصور. المهم انا قطعتها بحال هكا. زدت عليها البصله شرائح والثومه، ودابا غادي نضيف عليها الملحه وغادي نخليها طيب. هانتوما المهم هذه مطيشه ماشي ندير باش ندير الحريره، هذه مطيشه باش نصاوبوا البيتزا. هذه لاصوص ديال البيتزا، هذه باش نقتصدوا شويه على مصاريف ديال سيدنا رمضان، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه ورزقنا ان شاء الله الصحه والعافيه وبلغنا به ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. المهم درت المليحه. ايوا صافي غادي نديرها طيب. غادي نضيف لها نص كاس ديال الماء. هانتوما ها هو نص كاس ديال الماء فقط صافي. وتنقصوا عليها في الفم الصغير اللي فاش نطيبوا اتاي تنديروا فيه البراد. هذاك هو اللي غادي نحطوه فيه باش تطيب غير بشويه وما تتحرقناش ولا شي حاجه، ما تنجهدوش عليها البوطه. وصافي البنات المهم راه تتجي غزاله زعما لذيذه والله العظيم. الا ولادي حيت فايته صاوبتها درتها في الفريغو، قلت علاش ما نشاركهاش معكم هاد المره. والله الا ولادي غمسوا فيها والله العظيم. هي تضيف عليها الزعتر من بعد ما المهم ما نحرقوش المراحل، نوريكم الطريقه كي دايره. المهم كل واحد وطريقته، ولكن هي طريقه زوينه وسهله، ما فيهاش لا فلفله ولا حتى شي حاجه. المهم طريقه سريعه. يلا البنات خليكم معايا نديرها الطيب ونوريها لكم. المهم هي البنات بعد ما تسلقات هانتو هي طابت دابا. المهم خصكم البنات تخليو واحد شويه دافيه باش تطحنوها، وضروري ما تصفيوها حيت الزريعه فيها مطيشه، ضروري خصكم تصفيوها. انا صفيتها في واحد الشبكه عندي تنصفي فيها.
المهم يمكن ما صورتها لكمش والله الا يسمحوا لي، راه شي مرات انا صورت بنادم كلشي تينسى. المهم صفيتها مزيان وعاد درتها طيب في القاميله. المهم قاميله ولا مقله اللي قسم الله اللي كان ماشي مشكل، ماشي من الضروري واحد الحاجه صافي. المهم طحن وهي دافيه وصافي. المهم ما تكونش سخونه بزاف باش ما تهزلكمش لها شوار. صافي هادشي اللي كاين البنات. ومن بعد غادي نصفيوها ونديروها في شي قاميله ولا مقله اللي غادي نخدموا بها، اللي غنطيبوها فيها. وبقاو معايا البنات ما تمشيو فين. المهم البنات من بعد ما صفيتها في الصفاي حطيتها، راه تتجي بحال المطيشه ديال الحك. سبحان الله، راه غير حنا تنعكزو صافي. المهم هانتو تشوفوا تتبقى غير مطيشه بدون ما فيها لا شوائب ولا الزرعه ديالها حتى شي حاجه. تنضيف الزعتر، تنضيف زيت العود، اللي بغى يضيف البزار يضيفو، انا ما درتوش. المهم ليكم واسع النظر. صافي تنبقاو تنحركوها حتى تدير. المهم الزعتر الا بغيتو ديروا الزعتر ديروه، ما بغيتوش ديروه زعما كل واحد اختياري. او مطيشه ديال الحك راه هي البنات بين انا عاد انتبهت لها حيت صورت الفيديو في الاول بلا صوت. المهم ها هي مطيشه، درت لها مطيشه ديال الحك واحد جوج معلقات. والمهم راه تجي رائعه والله العظيم، هي تجي غزاله بلا ما نشكرها لكم الا راه شاكره راسها. راه الفيديو باين كلشي واضح، هانتوما تشوفوا. تنبقى تنحركها تبقى تتغلي، تنخليها تتغلي شويه. من بعد تنطفي عليها، تنخليها تبرد وتنديرها في المويكات. بس شي حاجه ساهله، ما كاينش شي صعوبه ولا شي حاجه. طريقه سهله. بغيتو ديروها في شي مول، ديروها في شي بلاطو، تقطعوها مربعات. انا فضلت نديرها في المويكات احسن، حيت باش ما تلفلياش الحاجه. تنديرهم مكعبات ولا شي حاجه غيبقاو يتلفوا ليا. اللهم نديرهم في الميكات تيبقاو باينين ليا. تنحزمهم وتنديرهم في الثلاجه. هانتوما البنات صافي بين الزريعه ما تتبقاش عندنا فيها، تتبقى غير كريمه بحال هذيك اللي تنشريو ديال الحك. صافي تتبقى كما قلت لكم تغلي مزيان وصافي. وتنطفي عليها. هانتوما بعد ما طفيت عليها البنات غادي نديرها في الميكات. دابا البنات راه طابت مزيان. دابا طفيت عليها وحيدتها من فوق البوطه وتنخليها تبرد. من بعد ما تتبرد عاد تنديرها في البلاستيكات. وكل واحد وكي باغي يديرها. كاين اللي عنده علب بغا يديرهم فيها، كاين اللي بغا يديرهم في بلاطو ويدخلهم الكونجيلاتور، يعاود يخرجهم ويعاود عاوتاني يقطعهم خليه يجبدوا شويه. المهم كل واحد وكي باغي يدير له. المهم انا فضلت نديرها في الميكات باش يبقاو عندي باينين، وهذاك هو القياس اللي غندير البيتزات. انا اصلا تندير ان شاء الله الا طولنا الله العمر سيدنا رمضان تندير دوك البيتزات الصغارين باش ما تنضيعش. انا تندير دوك الكبارين، تندير دوك الميني بيتزات. دابا نشارككم ان شاء الله معكم في رمضان ميني بيتزات. وتنهني راسي صافي تنخليهم، تنديرهم في علب وتنخليهم حيت تنطيبهم نص تطيبه. تيبقاو لي ديك اليومين ولا 3 ايام صافي تنعاود ندير واحد اخرين على حسب كل نهار شنو تندير. من كما قالوا من شكل من موديل الله يهديه ونخلقوا صافي تنبقاو نضيعوا صافي. ولكن الحمد لله الاكثريه ما بقيناش نضيعوا داك المسمن الرميوات، نحطوا داكشي بالقياس باش ما تنضيعوش. والحمد لله رمضان راه ماشي ديال الماكله، راه العام كامل حنا تناكلوا. والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والرزق. هادشي اللي نقولوا الله ديما خلقوا. هادشي اللي نقولوا الله يعطينا الصحه والعافيه والرزق باش نكونوا مع وليداتنا وباش نكونوا مع صلاتنا ومع ديننا. هادشي اللي نقولوا. يلا البنات دابا غنديروها في الميكات. هانتوما كما تشوفوا بلاستيكات كما قلت لكم. راه صورت تصوير طولي عاد ديتو عرض والله العظيم لا سمحوا لي.
وصافي تنخبيها في الفريغو. دابا نصوركم الفريغو فين راه حطيتها وخليتها تجمد تما عادي. ها نتوما هي دازت في بلاستيكات، من بعد غادي نحطها في الفريغو. صافي خرجت ليا هاد الميكات هادو، حيت اصلا تتكش دابا ما طيشه ما حداك تطيبها شحال من شحال مره خرجت ليا؟ تتصفيها وتحيد لها الشوائب، وهذه راه ضروري تحيد لها 2 الزريعه راه كيلو تطيب خرجت ليا بزاف. 3 4 5 د الميكات، 5. ولكن المذاق ولا اروع. خاص بنادم شي 5 كيلو باش يصاوبها. كل مره يصاوب شويه، ما يزيرش راسو كامل هادشي هذا. ايوا المهم البنات هاد المعجون نفعنا بزاف في البيتزا في عيدنا الرمضاني ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله.